السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ونقولوا مشرفين في قناه البسيطه جدا. بحبكم في الله. النهارده يا حبيب قلبي هنعمل مع بعض الكسكسي بكل تفاصيله. انا معايا هنا دقيق، هي اللي انت عايزاها من الدقيق. انا جبت علبه كسكسي اول امبارح ب 35 جنيه، يعني لما كل ما اجي عاوز كسكسي اجيب 35 جنيه واروح اجيب علبه صغيره. ليه؟ ده انا اعمله في البيت وفي اسهل من الكسكسي. وهقول لك الطريقه بقى اللي الناس اللي ما عندهاش ولا الكبه بتاعت الكسكسي، يعني المحله بتاعت الكسكسي من المصفى بتاعتها، ولا اللي عندها اي حاجه، بامكانيات الست البسيطه جدا. معايا هنا دقيق ومعايا ميه حط عليها رشه ملح، ومعايا هنا الكبه. ما جربتش بصراحه اعملها من غير كبه، في ناس بتعملها بايديها. والدتي بتعملها بايديها، الناس اللي هم فلاحين بيعملوها بايديهم. انا حطيت هنا في الكبه ما عملتش اي حاجه غير ان انا حطيت الدقيق بس. اشغل وابدا انزل نقطه ميه بنقطه ميه، سرسوب سرسوب. بس بقى تحت بس بقول اتنين. ابص، ما غرزتش، ما عملتش تغريز اللي هي حبيبات يعني. حطيت حبه ميه، ستوب، اشوف بدأت تغرز، يعني اللي هي جيب دي كده تحط شويه ميه. ايوه بدأت كده بقى افضل. بس هي تقريبا كده هتحتاج لها شويه دقيق لانها ناعمه بطريقه، يعني ايه، هتحتاج لها شويه دقيق. احط لها هنا كده شويه دقيق بايديا. ليه؟ لان كده هتبقى يعني ايه، لو حطيناها ممكن تعجن. اهو كده، اهو كده، اللي هي ممكن تعجن مننا ما تبقاش كسكسي. بقت منديه بطريقه مش حلوه كده. الميه هشيلها لان انا كده كترت الميه. كده كده احنا بدأنا. وهحط لها كمان معلقه
انا مش عايزه الغرزه تبقى معجنه. شفتوا لما انت بتكتري بتكتري الدقيق بتغرز معاك ازاي بسرعه. كده انا تمام كده حبيبات الكسكسي اهي. كمان طلع معايا دقيق خلاص. كده مهمتها خلصت. المهم بتاع المحترمة دي كده خلصت. واجي هنا كده اهو. الفيديو طول معايا قوي. انت هنا ممكن تستخدمي ايديكي، ممكن تستخدمي الجلافزات، بس انا هفضل انك تستخدمي ايديك لانك انت مش هتعرفي تعملي العجينه لانك انت لسه هتفركيها بايدك. فازاي بقى تعملي العجينه؟ لسه هنعمل كده عشان لو فيها كتل، يعني كتل زي دي كده هتتشال. او المصفى، نجيب المصفى كده وتاخدي بقى الحاجات اللي هي زي اللي هي الكبيره دي تشيليها. بصي الكسكسي في ناس بتصفيه وفي ناس لا، يعني الكلاكيع اللي زي دي كده بالمنخل بقى وتشيل، بس هي الاكتريه. بصي الكسكسي خلاص كده الكسكسي المهمه بتاعته خلصت. المهمه التانية بقى بتاعت الكسكسي ان حضرتك هتجيبي لي مصفى عظيمه. كده الكسكسي خلص. بصي الكسكسي كده انا عملته اهو. نجيبي مصفى عظيمه زي دي كده وقماشه بيضه للكسكسي تكون بيضه. حله على النار الصوت تكون ايه كده. تسيبيها صوتي رايح معلش. تسيبيها 5 دقايق على النار ولا 7 دقايق هتلاقيها نفشت معاك وبقت زي الفل. بصي على فكره هي بتبقى ناعمه كده. انا لما جبت الكسكسي من بره عملتها ناعمه قبل كده. انا عملتها الخرزه بتاعتها تقيله كانت بتنفش كده. وضغطت كده الحله تغلي بقى واوريكم هنحطها ازاي على النار ونغطي عليها ازاي ونسيبها بقى مع نفسها. خليكم معايا. الحله على النار والميه تغلي ونقوم حاطين الكسكسي كده بتاعته دي كده. اهم حاجه الميه ما تكونش عاليه قوي عشان ما تغرقلكيش، لو غليت ما تطلعش على الكسكسي. وتقوم مغطيه بالبتاع كده وسيب بقى الكسكسي براحته 5 دقايق كده ولا 7 دقايق وهرجع اوريلكوا تاني. بصوا حبايبي انا قلت اصور معاكم الحته دي برده لما بتقومي كده وتلاقيها يعني تحسي انها بقت حته واحده، وده عشان البخار بالمنظر ده كده. لا بصي اول ما انت ما هتعملي تفركي بس هي سخنه قوي. بصي هترجع تاني زي الاول. ترجعي بقى تعملها كده بدل ما تشيلي وترجعي تحطي. معلش على الصوت ولادي بس في دوشه انا عارفه، معلش اعذروني بجد لان هم لسه صغيرين كده هما بيزعقوا لبعض كده. ولو فركناها كده اهو
بس هي سخنه، يعني سخنه ان انا اعملها بايديا، سخنه جدا. خلاص كده نسيبها بقى تاني. واعذروني عن الصوت، دول اطفال ربنا يرزق كله مشتاق، بس احنا طول النهار على الوضع اللي احنا سامعينه ده. بس واسيبها بقى وخلاص. تعالوا نجهز مع بعض بقى الحاجه اللي هنحط فيها الكسكسي. انا هجيب معلقه هنا، في سكر في الطبق. هحط لبن، الكسكسي اهو بعد ما استوى. ودي بوله فيها لبن اهو. بس يعني ايه، انا مش هقدر خالص الفيديو اللي هينزل على الشورت، على الفيديوهات القصيره وكده، ساعتها اقدر ان انا يكون برد اعمله تمام. اجيب بقى البوله فيها لبن اهو. زي ما انت بتجيب من بره، لبن وسكر ولا نفش ولا جراله اي حاجه. بقى مكسرات، انا بعمل كده عشان انا بس بوريك، لكن انا هنزل وبعد كده بقى لما ابقى ارجع ابقى ايه اكل في الشورت بقى ان شاء الله. ابقى اوريكم شويه واحلى بولت. بصي اهو زي ما بتجيبي من بره. بصي بعد ما برد شويه اقدر ان انا اعمله، كل ما بيبرد كل ما انا اقدر افركه، لكن هو سخن كده يعني انا ايدي بصراحه اتلسعت عشان ما تفكروش ان انا ايه. بصي مش عارفه بصراحه، سخن جدا يعني فما تتخيلي. انا بصراحه مش قادره اضحك عليكم لو اقولكم في ايدي يعني بجد اهو. كل ما انت على فكره ما هتقدري تدعكي، بس القماشه اصلا سخنه، يعني القماشه نفسها سخنه اهو. خدت الكوكلكعه وكلكعت وفكيتها قدامكم اهو، بس هي سخنه تمام كده. الكسكسي بطريقه سهله مبسطه اهو. الكحكه باخدها على ايديا بصوا اهو، عشان بس ما تفكروش ان انا ايه اهو. الكسكسي بطريقه جميله بألف هنا على اللي ياكلوا، وارجوكم تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس يوصلكم مني كل جديد، ومع السلامه.